أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة نبدأ منين وإزاي، مساحة نرجع فيها لنفسنا واحدة واحدة. أوقات كتير بنقرر نرجع لنفسنا، بس لما نقعد لوحدنا بنلاقي صوت عالي جوه دماغنا، حاجة كده شبه إنه عندك دولاب وعمال كل يوم بتقلع وتلبس وتقلع وتلبس وتقلع وتلبس وترمي في الدولاب. الطبيعي إنك أول ما هتيجي تفتح الدولاب في لحظة من اللحظات هتلاقيه بتقلب عليك، هتلاقي كل حاجة اترمت عليك في وشك مرة واحدة. ده اللي هيحصل لما تيجي تقعد مع نفسك، هتلاقي صوت عالي جوه دماغك، صوت عمال بيحاسب أو بيعاتب أو بيقول لنا إننا مقصرين، صوت مش بنفهمه ومش بنعرف نفرق إذا كان ده صوتنا الحقيقي ولا صوت الناس اللي جوانا، بابا بقى وماما وصحابنا والمجتمع. لما بنقعد مع نفسنا أول حاجة محتاجين نعملها إننا نهدى، نسكت شوية، مش عن الكلام، لأ، نسكت عن الأحكام، عن الضغط، عن محاولات الفهم السريع. نسمح لنفسنا إننا بس نسمع الحزن والتعب والرغبة والغضب، كل حاجة طالعة مننا، مفيش حاجة منهم غلط ومفيش حاجة منهم محتاجة تتصلح فورا، احنا بس محتاجين نسمع بصدق. وساعتها هنبدأ نميز بين الصوت الحقيقي، صوتنا احنا، وبين صوت الناس التانية، الصوت اللي بيطمن وبيفهم وبيحضن ضعفنا بدل ما يهاجمه. في اللحظات اللي زي دي انت بس محتاج تتعامل مع نفسك على انك واحد صاحبك. لو واحد صاحبك جايلك وبيقولك ان انا تعبان، هتسمعه ولا هتهاجمه؟ هتطمنه دي تقوله انت غلط وانت صح وتصدر احكام عليه؟ في لحظات ما بنبقاش محتاجين نعرف فيها احنا صح ولا غلط، قد ما محتاجين ان احنا نطمن.